مساء الفل على الناس الجميله كلها. العربيه دي ايونيك 5 لسه خارجه من المينا بقالها اسبوع كده معايا، فقلنا النهارده نستغل الفرصه مع بعضينا ونصورها. بس العربيه دي زي العربيه بتاعتي بالظبط، بس فيها حبه اوبشن وحبه كماليات زياده عن العربيه اللي معايا. صاحبها استوردها عن طريق مبادره سيارات المصريين بالخارج. هقول لك كل الخطوات ازاي صاحبها استوردها، وايه اللي وفره، وايه اللي عمله، وايه اللي هيرجع له بعد 5 سنين. الاول كده اعملوا شير لللايف ده علشان توروا الناس المبادره قد ايه هي مفيده في العربيات الكهرباء. مفيده في العربيات البنزين، بس في العربيات الكهرباء مفيده اكتر من العربيات البنزين، لان العربيات الكهرباء معفيه من الجمارك. فاحنا النهارده اول حاجه معانا العربيه دي، لو بصيتوا كده مش هتلاقوا هنا مرايات، هنا في كاميرات. وده اللي انا مستغربه جدا لما ركبت العربيه وقعدت معايا 3-4 ايام وجربتها. كنت اكتر حاجه كنت خايف منها هي المرايات دي بالليل، او الكاميرات دي بالليل في الاضاءه الليليه. طلعت ممتازه. واكتر حاجه برضو كنت خايف منها الابعاد طلعت حقيقيه جدا 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 في العربيه دي. العربيه دي نفس العربيه اللي معايا بالظبط، بس الفرق بين العربيه دي ان هي موديل 2021. فالمبادره انت ممكن تستورد العربيه مستعمله لحد 3 سنين. طيب ثمن العربيه دي في كوريا تقريبا يتراوح ما بين 38 ل 40 الف دولار حسب الفئه بتاعتها. يعني لو جيت حسبتها هتلاقيها فعلا ارخص من العربيه الكيا السبورتج والتوسان. العربيه الهونداي دي تعتبر الايونيك 5 عموما هي تعتبر اول عربيه كهربائيه بالكامل مصنوعه على بلاتفورم عربيه كهرباء بالكامل من شركه هونداي. والجميل اللي صمم العربيه دي حد مصري، حد سوري عربي، مش حد اجنبي. كان اسمه تقريبا هفتكر لكم اسمه يعني. تعالى بقى اديك نظره سريعه كده عن العربيه والاوبشن اللي فيها. العربيه الايونيك 5 دي كروز اوفر من العربيات الرياضيه المتوسطه الحجم. انا عارف ان انا زهقتكم من عربيتي، بس انا فعلا ما عملتش ريفيو لعربيتي خالص لحد دلوقتي. يعني الريفيوهات اللي احنا بنعملها لعربيتي هتلاقيها ريفيوهات متقطعه، الركنه بتركن ازاي، الحاجات دي كلها. البطاريات اللي على العربيه دي بطاريات طبعا ايونيك بتمتاز بالعربيه، او البطاريات بتاعتها من اول صناعه الايونيك اللي هي 2016 2017. البطاريه اللي على العربيه دي بلاتفورم اسمها BEV، ومبنيه على منصه حاجه اسمها EGMB، بلاتفورم كده جديده معموله للعربيه كهرباء مخصوص. طيب طول العربيه عشان تبقى انت معاك كده كل حاجه، طول العربيه دي 4 متر 63 سم، عرضها متر 89 سم، ارتفاعها من الارض متر و60 سم او متر 59 وحاجات بسيطه. قاعده عجلات حلوه جدا 3 متر، شنطه كبيره جدا 531 لتر. تعالوا كده اوريكم 531 لتر، لسه نخش جوه. 531 لتر، ولو قفلت الكنب بتاع الشنطه هتوصل معاك مساحه تخزين ل 1591 لتر. طبعا في مساحه التخزين في الكبوت هناك، انا من بره الاول وبعد كده هنخش كل حاجه جوه. تعالوا اوريكم كده مساحه التخزين بس بتاعت الكبوت. بص الكاميرات، اختراع جميل. طيب اكتر حاجه برضو عشان الناس تبقى قلقانه منها الكاميرات بتاعت العربيه دي. الكاميرا دي الناس فاكره ان الكاميرا دي بتوصل ل 2000 دولار. عايز اصدمك اقول لك سعر الكاميرا دي في كوريا بتتباع ب 160 دولار جديده. لو حسبتها هتلاقي سعر العربيه او سعر المرايه نفسها ارخص من الMG5. كاميرا مرايه الMG5 بكام؟ طيب هنا في كبوت، لو فتحنا العربيه، اي عربيه بنزين بيبقى فيها موتور حاجات كتير، لكن الحاجات العربيه الكهرباء انت عندك هنا مساحه تخزين زي ما بصيتوا كده، في كاميرتين جايين مع العربيه. طبعا المستورد العربيه دي القبطان تامر الدسوقي صاحبنا. مساحه التخزين ده يا جماعه 57 لتر، ممكن تحط عيل صغير جواها. العربيه الكهرباء عربيه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. ميه تبريد البطاريات، تبريد الانفرتر، ميه المساحات، بطاريه 12 فولت تحت الكبوت او تحت الغطا ده. دي المسؤوله عن الانوار والاكسسوارز والتعرف على المفتاح لما انت بتخش تدور العربيه والحاجات دي كلها، وعلبه فيوزات. غير كده مفيش حاجه ثانيه في اي عربيه كهرباء. طبعا انوار العربيه كلها بتنزل LED، نفس الاوبشن بتاع العربيه بتاعتي. المواد بقى المستخدمه اللي بتستخدمها هونداي في الهونداي ايونيك كلها مواد مستدامه طويله العمر. يعني الجلد الطبيعي ده مستخدم من الحيوان يعني عموما. وهنا الخيوط
اللي جوه العربيه او الخيوط المصنوعه منها، الخياطه بتاعت الكراسي كلها خيوط من مواد نباتيه وصوف طبيعي من مصادر مستدامه. يعني هنا الخياطه كلها هنا هتلاقيها كلها صوف وكلها من مواد طبيعيه ومواد مستدامه وصديقه للبيئه. بما ان انت راكب عربيه كهرباء، فالعربيه الكهرباء هي صديقه للبيئه. طبعا العربيه نازله بحبه حاجات كده هقول لكم عليها. الشاشه عندك هنا شاشه وسطيه قدام متصله، بس في فرق في النص بين الشاشتين. كل شاشه 12 انش، يعني تقريبا باجمالي 24 انش. العربيه بتنزل كلها بهيد اب ديسبلاي زي ما انتم شايفين، فيها امبيانت لايت 3 دي حوالين العربيه كله 64 لون. بتنزل بقى بكاميرات له هلاليه، وبتنزل بتوقف تلقائي، فيها رادار وتجنب منع الاصطدام الامامي والخلفي، ونقط عاميه في المرايات، والحفاظ على المسار، ومساعده الضوء العالي. لو انت منور النور العالي فهي زي الفولكس، النور العالي بيتاقلم مع الطريق وانت ماشي. طيب في حاجه تانية جميله في العربيه، ان هي بينزل معاها السمارت كي بتاعها زي التسلا. تعالوا كده نبطل العربيه. طبعا فيها شاحن وايرلس، فيها 2 كاب هولدر، فيها ابل كار بلاي، اندرويد اوتو. بصوا الجميل بقى هنا، دي كونسوله متحركه معاك، ترجعها ورا وتطلعها قدام، شايفين؟ عشان تديك مساحه وسع هنا جنبيك في العربيه. بصوا العربيه الايونيك هم فعلا دققوا جدا 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 على المساحات بتاعت العربيه. اعملوا شير يا جماعه اللايف ده علشان هقول لك صاحبها هستوردها بكام ووفر كام. طبعا العربيه كلها من جوه الخامات كلها جلد، في ستائر خلفيه زي ما انتم شايفين كده بس مش كهرباء، وبتنزل برضو فميه خلفي ورا، بتنزل بسماعات بوس زي ما انتم شايفين، وبتنزل هنا بتدفئه كراسي للكنبه الخلفيه ورا. يعني الكنبه لو جيت عايز تدفي الكنبه فكل جنب هو مسؤول عن التدفئه بتاعته. هنا في دفايات وهنا في دفايه، لكن الشخص اللي في النص ملوش دفايه. في هنا برضو لو انت قاعد ورا وعايز بقى تطلع الكرسي اللي قدام ده تطلعه وتخلي اللي قدام يقعد، لو انت عايز توسع المساحات اللي قاعده ورا. من العربيات الجميله جدا، المساحات مستغلينها صح جدا جدا في الهونداي ايونيك. طبعا الكراسي كلها فيها سيف ميموري، الكراسي كلها كهرباء، من العربيات اللي اتبسطت فيها يعني. طيب بتنزل بجنط 20 زي ما انتم شايفين كده، كاوتش ميشلان. طيب ايه تاني بقى فيها حاجه جامده؟ زي ما قلت لكم السمارت كي اللي هو المفتاح. انت مجرد بس ما بتعمل كده، مش عارف بقى بيتعمل عند باب السواق ولا عند باب، انا ما جربتوش عندي في عربيتي الا مره واحده. ثانيه نجرب عند باب السواق كده. ده المفتاح جوه، مش تقفل المفتاح جوه. جيب بس المفتاح. المفروض انت بتعمل كده بالكارت، بتقفل العربيه بالكارت تقفل معاك زي ما انت. ما قفلتش، ضحكوا علينا الكوريين. طب نجرب تاني. بس انا هطلع المفتاح بس من جيبي عشان ايه. المهم انا مجربه في عربيتي يعني، بس هو الكارت هنا بتحطه وبيقفل معاك العربيه. مش عارف بقى غيروها في العربيه دي ولا لا. طيب تعالوا نجرب كده ندورها بالكارت الاول. بصوا الكارت مكانه هنا غلس جدا، يعني الكارت هنا مكانه غريب. نفتح بس الكونسوله كده الاول. هنا لما تيجي تدور العربيه، طب هي ازاي دورت المفتاح مش معايا كده؟ العربيه فيها مفتاح تاني ماشي. انت الكارت العربيه كده المفتاح التاني بره والمفتاح التاني جوه العربيه، فعشان كده مش عايزه تقفل. بس طبعا العربيه لسه خارجه من المينا فمش عارفين المفتاح التاني بتاعها فين. نكون في التابلوه. هو اكيد المفتاح التاني كده جوه العربيه، عشان العربيه مش هينفع تقفل المفتاح. المهم المفتاح ده او السمارت كي ده بتحطه هنا مكان الوايرلس تشارجنج هنا بتاع التليفون. والعربيه وانت بتدور، كنت انا مصور فيديو لعربيتي، هتلاقيها بتدور لك ان انت دورت العربيه او العربيه ده هيبصوا كاتبين لك ديجيتال كي اكتف، ان العربيه دارت بالمفتاح. تمام. طيب نخش على بقى حاجه تانية مهمه، ان العربيه دي بتشحن شحن سريع وشحن بطيء على البروتوكول الامريكي. طيب صاحبها الاول استورد العربيه دي ازاي؟ صاحبها استوردها عن طريق المبادره، لان المبادره انت بتسمح لك تستورد سياره كهربائيه او سياره بنزين موديل 3 سنين فاتوا. يعني احنا دلوقتي في 2023، انت ممكن تستورد عربيه لحد 2020.
هتستورد عربيه سواء بنزين او كهرباء. فالعربيات الكهرباء انت بتدفع بس ال 14% ضريبه القيمه المضافه، لكن ما بتدفعش جمارك. فانت ال 14% انت كده كده اصلا بتدفعهم ورايحين عليك. لكن في العربيات الكهرباء انت بتدفعهم وتستردهم بعد 5 سنين، طبعا بالعمله المصريه. فالعربيات الكهرباء هي حلوه جدا جدا في المبادره، لان انت ما بتدفعش جمارك، بتدفع بس ال 14% ضريبه القيمه المضافه. فهو العربيه دي هناك في كوريا في موديل 21 هتلاقيها بتتراوح ما بين 38 39 40 الف دولار حسب الفئه اللي فيها. دي الفئه الكامله ما عدا البانوراما. وغير كده انا كمان ان فيها برده حاجه حلوه ورا، ان في هنا كمان مخرج كهرباء 220. يعني زي ما انت بصيتوا كده هتلاقي تحت الكنبه هنا في مخرج كهرباء 220 فولت، يعني ممكن تقوم 16 امبير تشحن بقى اي حاجه انت عايزها. تمام. طيب تعالوا كده اوريكم حاجه بقى ثانيه. ده بتاعي مش بتاع العربيه. ده ادابتور، كنا عشان بنشحن شحن سريع فانت بتحتاج ادابتور اللي هو الكيبل اللي معايا علشان تحول من البروتوكول الاوروبي بتاع المحطات اللي هو نازله بيه المحطات تحول لاي بروتوكول تاني. فعشان تحول من البروتوكول الاوروبي للبروتوكول الكوري بتحتاج حاجه اسمها ادابتور. نفس القصه في العربيات الصيني. فهنا انا كان معايا ادابتور كان حجمه كبير شويه، ثانيه افتح العربيه، كان حجمه كبير شويه بسلك. لكن دلوقتي احنا جبنا ادابتور ده سعره رخيص جدا على علي اكسبريس، جبته تقريبا بحوالي 200 دولار. يعني شحنته وجبته بالفيزا على البيت، جالي دفعت له تقريبا حوالي جمرك تقريبا 800 جنيه. فوقف عليا ارخص من الادابتور الكبير اللي بيتباع عندنا في مصر، وحجمه صغير. والميزه كمان فيه ان هو بيشحن 250 امبير لحد 250 كيلو واط كمان، يعني بيستحمل 1000 فولت 250 امبير و250 كيلو واط يقدر يدخلهم لحد العربيه. طيب احنا دلوقتي العربيه هنجربها عليه، انا لحد دلوقتي ما جربتوش فهنجربها مع بعض دلوقتي. طيب طريقه شحنه ازاي؟ طريقه شحنه انت بتطلع البلاجه اللي هي بتاعه البروتوكول الاوروبي. ثانيه بس كده ايه نمسك التليفون وتحط البلاجه بتاعه البروتوكول الاوروبي تحطها في المحطه اللي هي المخرج بتاعها ده الاوروبي. تمام. سامحوني بقى عشان لوحدي كده. احنا وصلنا المدخل بتاع الاوروبي في المدخل بتاع الاوروبي بتاع المحطه. وبنعمل ايه؟ بنعمل بعد كده بنوصل المخرج بتاع البروتوكول الامريكي بنوصله في العربيه اللي هو المتوافق مع السياره بتاعتنا. التاني بقى كان حجمه كبير وبسلك وبياخد مساحه معاك في العربيه. ده حجمه صغير والكواليتي بتاعه اعلى وبيستحمل لحد امبير اعلى وبيستحمل لحد فولت اعلى وبيدخل لك كيلو واط اعلى في العربيه. يعني المفروض محطات انفينيتي بتدخل لحد 45، اعلى كفاءه ليها 50 كيلو واط في الساعه. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح ابلكيشن انفينيتي. الناس اللي هي بتشحن بعد كده عربياتها شحن سريع او شحن بطيء بتفتح الابلكيشن بتاع اي شركه انت واقف عندها وبتدوس هنا كده بيقول لك اعمل NFC. لازم يكون تليفونك بيدعم NFC. تمام. وبيقول لك انت وصلت هنا على CCS2 الكومبو وهتشحن 50 كيلو واط. سعر الكيلو واط ب 3 جنيه 75 قرش. بدوس تاكيد بيقول لك ممكن تحط الكيبل في العربيه وتبدا عمليه الشحن. احنا دلوقتي هنبدا عمليه الشحن. المحطه هتعمل لك الطاقه بتاعتها والمحطه دلوقتي جاهزه للشحن. المفروض يعني 15 ثانيه 20 ثانيه وبتلاقي العربيه بتاعتك هنا كتبت لك ان العربيه قبلت شحن. تمام. ويكتب لك هنا كام كيلو واط داخلين للعربيه. اهي العربيه فيها 92% وبيرفع الكيلو واط هنا قدامك 16 كيلو 20 كيلو 25 30 لحد الماكسيمم بتاع المحطه 50 كيلو واط 49 كيلو واط. ده ميزه الادابتور اللي هي الانواع اللي انت ما بتجيبهاش المجهوله. في ادابتورات عندنا بتتباع في مصر للعربيات الصيني زي العربيات الاي دي 4 اللي هو بتشحن. الادابتور ده في منه 125 امبير وفي منه 150 امبير. ده الماكسيمم بتاعه اللي هو الازرق الاماراتي ده بيستحمل لحد تقريبا حوالي 40 كيلو واط. فانت وانت بتشتري ادابتور للعربيه بتاعتك ضروري تسال التاجر او تسال المستورد انت بتستورد من عنده تقول له الادابتور ده كام امبير وهيتستحمل لحد كام كيلو واط. فهنا الادابتور ده بيستحمل لحد 250 كيلو واط. سنه صنع العربيه الايونيك 5 ساعه ما صنعوها كانت تسلا
كانت اعلى عربيه عاملاها بتستحمل لحد 250 كيلو واط في الشحن السريع، ده في سنه 2021. لكن هونداي ايونيك لما اخترعوها وصنعوها بتستحمل لحد 350 كيلو واط في الساعه على الشحن السريع. ف 350 كيلو واط ده رقم كبير جدا. فدلوقتي العربيه بتشحن زي ما انتم شايفين كده اهي، 48 كيلو واط داخلين العربيه، والعربيه فيها 93%. طبعا احنا مش هنفولها لان العربيه متفوله، بس احنا بنعمل التجربه دي مع بعضينا. طيب الكراسي كمان فيها ميزه حلوه علشان برضو ما نخرجش بره العربيه. الكراسي فيها زي كرسي الشيزلونج، انت ممكن تعمل كرسي العربيه شيزلونج وتنام عليه. يعني دي انا جربتها في السفر، انت ممكن تقلب الكرسي بيعمل 16 وضع. انتوا متخيلين يا جماعه 16 وضع يعني ايه؟ انت بتعمل الكرسي 16 وضع تقعد عليه زي ما انتم شايفين كده اهو، اتعمل شيزلونج، وترجع بقى الظهر تاني وترجع القعده. غير ان الكراسي بتاعت العربيه فيها تدفئه وفيها تبريد، كل حاجه وكل اوبشن انت بتدور عليه فهو موجود في العربيه الهونداي ايونيك. فكروا في المبادره، الناس اللي هي عايزه تستورد عربيات تفكر في المبادره. المبادره حلوه، استفاد بيها، هم كده كده فاتحينها 6 شهور، فانت استفاد بالمبادره. هتدفع 14% بس ضريبه القيمه المضافه بتاعه القيمه المضافه بتاعه العربيه الكهرباء، لكن العربيه الكهرباء معفيه من الجمارك. لسه واخد بالك من الباب الخلفي، الباب الخلفي ما فيهوش حاجه، هو فيه هنا ستيكر ملزوق، ده ستيكر ملزوق مطرح التحميل زي ما انتم شايفين كده. فده كله طبعا بيطلع مع التنظيف والغسيل. العربيه بقى لها 5 ايام معايا، بس انا طبعا ما لحقتش طبعا انضف العربيه واغسلها، بس هو طلع يعني زي ما انتم شايفين كده. ده مطرح التحميل بقى والكونتينر والنقل والحاجات دي كلها، فده ستيكر ابيض. وغير كده ان العربيه مستعمله، فانت مش جايب عربيه زيرو، انت جايب عربيه مستعمله تبع المبادره، فالحاجات دي بيبقى سعرها رخيص شويه في كوريا. فانت لو بتشتري عربيه من كوريا او بتشتري عربيه من الكهرباء تبع المبادره، لو جبت زيرو فانت خسران. يعني انت لو جبت زيرو انت مش هتستفاد بالمبادره. استفاد بالمبادره وهات لك عربيه مستعمله، لكن تجيب زيرو في المبادره يبقى انت ما عملتش حاجه خالص، يعني ما استفدتش باي حاجه. العربيه الكهرباء في المبادره انت لما تجوز تجيب عربيه كهرباء مستعمله، فانت هتجيب سعر العربيه المستعمل في الكهرباء بيبقى رخيص شويه. لكن اروح اشتري عربيه كهرباء تبع المبادره وتكون زيرو، ما عملتش حاجه او ما استفدتش حاجه غير بال 14% اللي انا هرجعهم بعد 5 سنين. المصلحه اللي انت تجيب عربيه مستعمله في المبادره، دي المصلحه في المبادره في الكهرباء او في البنزين. تمام؟ فيعني لسه كان صاحب العربيه الاي دي 4 دي واقف معايا، كان معاه بيجو 3008 باعها ووفر تقريبا حوالي 50000 جنيه من ثمن العربيه البيجو، واشترى اي دي 4 برو. لسه كنا بنتكلم مع بعض من شويه، يعني البيجو 3008 اغلى من العربيه الاي دي 4 الكهرباء دلوقتي. النهارده التوسان وصلت 2 مليون و200 و2 مليون و250. النهارده تركب عربيه اي دي 4 احسن من التوسان في اوبشن اعلى بتمشي 550 كيلو بمليون 700. النهارده الشركات بتبيعها بمليون 750 اللايت برو. فاحسبوها يا جماعه هتعرفوا ان العربيات الكهرباء اوفر. انا مش بقول لك كده اقسم بالله، انا مش تاجر، يعني انا مش بقول لك تعالى اشتري من عندي، انا ولا تاجر ولا صاحب شركه. انا بقول لك تجربه مالك، جرب العربيه الكهرباء، استفاد منها، استفدت منها، وبقالي 7 سنين راكب عربيه كهرباء في مصر، وعندي 3 عربيات اساسيين في البيت كهرباء. يعني انا مش، ما تقوليش ان انا ندمان وبسافر ورحت الاردن وجيت والحاجات دي كلها. طيب حاجه تانية، علشان الفيديو اللي انا نزلته الناس اللي بتقول لك ان انت قطعت فيه وان العربيه ما بتركنش بالريموت. طيب احنا كنا مصورين الفيديو ده قبل كده عندنا لايف على الصفحه عندنا، ان انت العربيه تقدر تشحنها بالريموت، تركنها بالريموت وتحركها بالريموت. فانا عشان كان الريلز وقته قليل، فانا هعمل لكم فيديو كامل كده وانزله لكم واوريكم العربيه ازاي بتركن بالريموت. والاوبشن ده موجود في عربيات النهارده زي الازيره، وموجود في عربيات كتير في السبورتاج الجديده والحاجات دي كلها، ان انت تقدر تحرك العربيه من الريموت. فالواحد مش محتاج يعني يطلع يضحك على الناس، يعني مش محتاجين الكلام ده خالص. انا بقول لك اوبشن موجود، فانت عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق معاك عربيه لابسها مش عارف تخلع منها، فانت ما تجيبش العيب علينا. الموضوع بسيط يعني. المهم استفادوا من المبادره، وتعالى اوريك والله دلوقتي واحنا مع بعض اهو، والله لو اوريها لكم. نقفل بس البيبان. بصوا يا جماعه، هنا الريموت اصلا مكتوب فيه هنا، بقول لك قفل فتح، تفتح باب العربيه اللي هو بتاع الشحن، وهنا تدوس على هولد عشان تشغل العربيه، وهنا الزماره، وهنا تحرك العربيه بالريموت قدام وورا.
هعملها لكم دلوقتي مع بعض اهو، عشان ما تقولوش بس ايه انت عامل مونتاج. بص انت بتقفل العربيه، وبعد ما تقفل العربيه بتدوس على زرار الهولد دوس طويله، هتلاقي العربيه بتنور في النور الفلاشر 3 مرات، وبعد كده تختار اي زرار تطلعها قدام. دلوقتي احنا هنرجعها ورا، والعربيه كمان سمارت، يعني لو في حاجه راكنه قدامها وحاجه راكنه وراها فالعربيه كده كده. بص رجعت ورا ازاي. نفتح لكم الازاز عشان ما نقولش في حد جوه، عشان الناس تقول لك في حد جوه انت مخبيه في الفاميه برضو، عشان يبقى ايه الموضوع. نفتح الازاز كله اهو ونبطل العربيه نقفلها تاني، عشان بس الناس في الريلز قالوا لك انت كان العربيه متفيمه وكان في حد جوه، فالعربيه قدامكم اهي مفيش حد جوه. بصوا بقى انا هرجعها ورا لحد الحوض الزرع اللي هناك ده، تمام، واشوف العربيه هتخبط ولا لا. انا كده دايس على الريموت اهو وبترجع بظهرها، مفيش حد جوه العربيه، تمام. نفس الكلام انت ممكن تركنها بالريموت برضو. بصوا عند حوض الزرع وهتلاقي العربيه هتقف لوحديها. انا هفضل دايس قدامكم في اللايف زي ما انتم شايفين كده، وقفت قبل حوض الزرع، تمام. عايزين نطلعها قدام بنعمل ايه؟ بنفضل برضو دايسين على الزرار اللي انت تطلعها قدام. فالعربيه دلوقتي هندوس على زرار الهولد. الاوبشن ده لوحده بفلوس، يعني الاوبشن ده مش موجود في عربيات كتيره، وموجود لو لقيته موجود في عربيات هتلاقيها موجود بفلوس كتيره. بصوا اهي طلعها قدام، دايس على الريموت اهو قدامكم، هتطلع قدام. والعربيه سمارت، لو جيت وقفت قدامها هتروح كسر العجل شمال توسع من جنبيها. مفيش حد يا جماعه جوه اهو، تمام. والعربيه ماشيه قدامكم زي ما انتم شايفين. يعني عايز اقول لكم ده اقل اوبشن في العربيات الكهرباء. بص انا دايس على الريموت خلاص، شلت ايديا العربيه وقفت. فالواحد مش محتاج يعني يعمل مونتاج ويقول لك انت. واحد كاتب لي كومنت يقول لي انت لو فاكرنا هنود جايين من الهند مش هتضحك علينا كده. طب انا اهو قدامكم على اللايف اهو. فالموضوع يا جماعه، الموضوع العربيات الكهرباء طبعا المبادره استفاد بيها، اقسم بالله ما هتخسر حاجه. ولو انت مش هتستفاد اعمل شير فيد غيرك، وعرف الناس ان المبادره مفيده للناس اللي هي بتفكر في عربيه كهرباء. اقسم بالله الواحد ملوش مصلحه مع حد، ولا زي ما قلت لكم، ولا اقول لك تعالى اجيب لك، ولا اقول لك تعالى اشتري لك. المصلحه في المبادره حلوه. واي حد عنده اي سؤال عايز يكتبه او وانا هجاوبكم عليه ان شاء الله في اسرع وقت. وعملنا كده يعني حاجه جميله ان مسكنا الصفحه لحد كذا حد عندنا من التيم، فالاسئله ان شاء الله هتبقى مردود عليها في اسرع وقت، والواتساب هنرد عليه في اسرع وقت. استفادوا بالمبادره، المبادره حلوه. هات لك عربيه مستعمله تبع المبادره، ما تجيبش عربيه كهرباء زيرو، ما عملتش كده مصلحه. هات عربيه مستعمله عشان توفر في فلوسها، وتجيب عربيه مستعمله رخيصه هتوفر عن ال 23. هتوفر لك لو بتجيب اي دي 4 مثلا 21 22، فانت هتوفر لك تقريبا اقل حاجه $4000 و5000، غير ان انت ال 14% راجعين لك تاني، فانت هتستفاد برضو. فصدقوني المبادره حلوه. اعمل شير لللايف ده لو انت عايز تفيد غيرك وتنشر محتوى السيارات الكهربائيه في مصر. اي حد بقى عايز يعرف حاجه عن الايونيك 5، العربيه دي يعني غالبا هتتباع، فاي حد عايز يعرف سعرها بتتباع بكام، الحاجات دي كلها يتواصل معايا على الواتساب، او ممكن احط لكم رقم صاحب العربيه في اول كومنت تتواصلوا معاه وتشوفوا صاحب العربيه طالب فيها كام. العربيه طبعا فيها ادابتيف كروز كنترول، كيبلين اسيست، تدفئه الطاره، تدفئه الكراسي، تبريد في الطاره، تبريد في الكراسي، كل حاجه انت ممكن تتخيلها. واوبشن بفلوس كتير في العربيات المرسيدس والبي ام جدا، هتلاقيه بفلوس كتير جدا في العربيات الالماني، موجود في العربيات الكوري. وخدوا بالكم العربيات الكهرباء امان اعلى. العربيه دي وزنها 2 طن 800 وشويه، يعني لو جيت جبت عربيه بنزين هتلاقي الوزن بتاعها مش 2 طن 800 شويه، بتمشي من 500 من 450 ل 500 كيلو في الشحنه. والعربيه دي انا سافرت بيها، رحت بيها الاردن، رحت بيها مرسى علم، رحت بيها الغردقه. هتتبسطوا يا جماعه من عربيات الكهرباء، اقسم بالله مش تخسروا. يعني ناس اهي شاريه عربيه كهرباء بيشحن جنبي الاي دي 4 هناك اهو. هل ده اتضحك عليه؟ ده كان معاه 3008 بجو. ف عقلك في راسك تعرف خلاصك. اعمل شير اللايف ده وخلي الناس تستفاد بالمبادره، وري الناس التكنولوجي بتاعت العربيات الكهرباء وصلت لغايه فين، احنا وصلنا لغايه فين، ولسه. اشوفكم على خير خلال ايام ان شاء الله كده. اصور لكم العربيه الزيكر، في واحده لسه هتخرج 1036 كيلو في الشحنه. فالموضوع هنا في ليفل تاني خالص. الناس اللي بتتكلم بقى ان العربيه الكهرباء بتمشي 500
و400 كيلو الحاجات دي كلها. لا، في عربيات النهارده بتمشي 1000 كيلو والحمد لله موجوده في مصر، تخرج ان شاء الله بكره وبعده. هتلاقينا بنعمل لكم ريفيو، هتبقى معانا 4-5 ايام. وان شاء الله بكره كده او النهارده هحاول اخد الدولفين مركونه برده عندي، نعمل لكم حبه تجارب عليها ونفتح لكم لايفات عليها. البي واي دي الدولفين عربيه حلوه في الرايق زي ما بيقولوا، بتمشي 400 كيلو في الشحنه وارخص من الكيا بكامتو. اشوفكم على خير، نهاركم زي الفل. اعملوا قلوب يا جماعه، الله يبارك لكم، وشير قلوب وشير. يلا، السلام عليكم.